السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة هنعمل مع بعض كده السمك المشوي بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل رز أبيض جنبه وسلطة والبابا غنوج. أول حاجة كده أنا بنضف السمك، بشيل الزعانف بتاعته وأي حاجة الديل، وبتخلص من أي حاجة فيه زي ما احنا متفقين مع بعض. بننضف قلب السمكة بالسفنجة، بيبقى نضيف معايا وقلبه زي القشطة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هنا بصوا بنضف السمك زي ما انتوا شايفين بالسفنجة، بيخلي قلب السمكية زي القشطة. نضفي السمك كده كويس، ما تخلوش فيه اي حاجة عشان اي بقايا دم او اي حاجة في السمكة بيعمل زفارة. بصوا بنضفها معاكم واحدة واحدة ازاي. السفنجة حلوة او بتحافظ على السمكية، ما تهريهاش عن الفرشة، بتخلي قلب السمكية مش مهرية. وبعد كده بتخلص منها برميها بقى، مهما نغسل الفرشة بتبقى زفرة برضو. يعني الفرشة بتاعة تنظيف الخضار والسمك دي مهما تغسليها بتبقى زفرة، بيبقى فيها خيوط سمرة كده وما بترضاش تنضف. السفنجة بتتخلصي منها وترميها وخلاص. هنا انا نضفت السمك وقلبه زي ما انتوا شايفين نضيف اهو، هنقعه معاكم. بص انا بوريكم، بص السفنجة بتخلي قلبه زي القشرة، بتخليش فيه حاجة. هنا بقى اي بقايا دم اي حاجة هننقعها بقى، هنقعه بقى بمية هنا بص انا بفتح السمكية للاخر، بوريكم بفتح السمكية للاخر من سلسلة العظمة كده عشان خاطر اي دم اي زفرة فيها بتنزل. هنا انا حطيت طحينة وملح وبعصر ليمون. بصوا زي ما انتوا شايفين، وبحط القشر بدوب الطحينة بالملح كده عشان ما تبقاش تدوب معاكي، ما تبقاش مزقلطة، يعني ما تبقاش الطحينة مزقلطة معاكي، تدوب خالص عشان ما تبقاش زفرة وعايمة على الوش. كده انا بدوبها وبحط عليها المية وانقع فيها السمك بقى ربع ساعة كده، تلاقي السمك نزل زفرته كلها في المية. بصوا بوريكم الطحينة كلها دابت، ما فيش اي فيها قطع ولا تكتلات من فوق ولا كلكعة ولا اي حاجة. لما بتحطي الطحينة كده على المية تلاقيها بتبقى مزقلطة وعايمة على وش المية معاكي. هنا انا نقعت السمك بقى وهنعمل التتبيلة سوا. هنا توم وفلفل اخضر رومي، اللي حابب يحط فلفل حامي دي حاجة ترجع لك براحتك، ومعلقة هريسة شطة حمراء وعصير ليمون وحبة خل. هنا بقى هحط الملح وحبة كمون وحبة كزبرة. دي تتبيلتي في تتبيلة السمك، ولما باجي احط الحشوة بتاعته بحط حبة بهارات. هنا انا بحب التتبيلة بوريها لكم ناعمة عشان ما يبقاش فيها اي حتت في السمك، بحب التتبيلة بتاعت السمك تبقى ناعمة معايا خالص. هنا انا هنقص حبة معاكم زي ما انتوا شايفين للخضار اللي هنحشي بيه السمك لما نيجي نحشيه، وهتبل بقى بده. بس انا بوريكم السمك كله نزل زفرته ما فيهوش اي حاجة، نتبله بقى تتبيله تتبيله عاديه كده خالص خفيف، لان لسه هتحطي تتبيله على الخضار تتبلي بيها. تتبيله زي ما انت شايفه خفيفه كده، ولسه هتحطي تتبيله عليه بعد ما يتشوي كمان عشان ما يبقاش حادق معاكي. هنا انا حاطه كميه ملح صغيره عشان خاطر اما اتبل ما يحدقش معانا. هنا بقى انا سبته ساعه كده يتبل، وهنا بقى معانا طماطم وفلفل الوان وجزر وبصل، وهنا بقى بقدونس شبت كزبره. الخضار اللي انت بتحبي تحطيه حطيه، بس انا بحب البقدونس بيبقى طعمه حلو. واحط بقى معلقه تتبيله من اللي احنا نقصناها سوا، ونحيق بيهم الخضار كده ونقلبه. هنا بقى نحشي الخضار، ما تحشوش او عشان ما يفتحش منك وانت حاطاه على الصاج. بصوا زي ما بوريكم كده، ما تحشيش كتير، حاجه بسيطه كده عشان ما يفتحش منك وانت ما تحطيه على الصاج. لما تحطيه بالردة كده وتيجي تحطيه في كله في صاج وتحطيه في الفرن، ما بيديكيش نفس النتيجة اللي بتبقى جاية من عند بتاع السمك المشوي. هنا انا عندي الصاج بحط الاول حبة ردة عشان السمك المكاريل جلدته ضعيفة، مش زي السمك البلطي بيبقى قشرته محملة، وبنسيب القشر بتاعه يحمل معاه في الشوي. ما تقلبيش على طول، حطيه وبعد 5 دقايق كده تقلبي.
ما تقلبيش على طول، سيبيه شوية وبعد كده اقلبي، عشان خاطر لو قلبتي على طول هيتهري منك. تصبري على السمكة تتشمع وتاخد يعني تاخد صدمة من ناحية، وتقلبيها على الناحية التانية بعد 5 دقايق اقل حاجة، عشان ما تقلبيش قبل كده يتهري منك. هنا عشان انجاز الوقت انا بحط صاج تاني في الفرن، واولع عليه النار، واحط يكمل تسويته جوه بقى، عشان انا عامله كميه كبيره وعشان الوقت معايا. احط رده برضو تاني عشان خاطر اللحم السمكه قشرتها ضعيفه بتاعت المكاريلي دي. لو انت معاكي وقت بقى يعني براحتك بقى، حطي السمكه جنبها، قلبيها شمال ويمين على الصاج هيستوي معاكي برضو. بس انا عشان الوقت معايا وكمية السمك معايا كبيرة بقى انجز وقت، وفي نفس الوقت بتضمني سواء اكتر كامل في الفرن اكتر. هنا هعمل معاكم رز ابيض خالص، ملح ومعلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي عادي. هشوح الرز كده معايا وبعد كده اسقيه المية عادي. بس زي ما انتوا شايفين الرز الابيض بالسمنة البلدي بيبقى لايق قوي جنب السمك المشوي. هنا انا هشوي معاكم بتنجان نعمل بابا غنوم. هنا بجيب البتنجانة، بصوا بوريكم، بقول لكم هاتوا البتنجانة الطرية، وبالسكينة رفيعة كده بعمل كام شق فيها عشان خاطر ما تفرقعش معانا. هنا الرز الشرب معانا هوطي عليه. وهنا دي بقى بقيت السلطة الخضار اللي باقي مننا من حشو السمك، هنزود بقى عليه حبة ملح، حبة توابل، حبة بهارات الستة اللي احنا عاملينها سوا، بيدي الطعم بقى اكنه جاهز بالظبط. وهنا السمك بيشوي زي ما بوريكم. انا بحط الحامل بتاع التورته دوت عشان يخلي البتنجانه ما تنزلش على العيون. بعد ما تشوي بغطي عليها عشان خاطر ما تهدرش لحم معايا هنا السلطه معايا، انا بقول لكم هنا الخضار اهو. السلطه بقى الخضار اللي انت تحبيه. قطعت البصل الاول، حطيت عليه حبه توابل وحبه ملح وحبه سكر، وحطيت خل وليمون عليه. بصوا بقى هنا بحط الخضار اللي انت عايزاه تحطيه. انا بحب احط في سلطة المشويات عود شبت بس كده، وعودين كزبرة، وبقية الخضار كله بقدونس. دي حاجة ترجع لرغبتك في السلطة. هنا بقى بقية الخضار اللي باقي مننا، السمك خلاص استوى خالص، وتسمعي صوت الصاج بيشكشك معاكي كده، خلاص كده تشمع خالص معاكي. بحط بقى من التتبيله اللي بقيت التتبيله معانا كده، واحطها واطفي الفرن خالص واسيبه 10 دقايق كده، خلاص استوى معانا. هنا لما غطيت البتنجان بص ما بتيجي تقشريه بيهدرش لحم مع القشر خالص. افضل شوي للبتنجان على وش النار برضو، يعني على وش النار كده تاخدي نتيجة حلوة من البتنجان، وطعمه بيبقى واخد الطعم المدخن الحلو. هنا حبة ليمون، عصير ليمون وحبة خل، وهنحط بقى هريسة شطة. هنا معاكي حبة زيت، نحط حبة زيت وهرسة شطة. لا هرسة الشطة دي انا حاطة فيها فص توم وحطاه ببطرمان في باب التلاجة، وحبة طحينة. عايزة تحطي كمون بقى حطي، حطي بهاراتك اللي انت عايزاه. هنا السمك اتشوى معانا، بصوا انا طلعته خلاص، بصوا الواحدة بوحدتها وماسك نفسه ازاي. قدميه بقى بالطريقة اللي تعجبك. هنا السلطة والبابا غنوم وجرجير بصل، اللي تحب الطريقة اللي تحبي تقدمي بيها قدميها. هنا الرز الابيض بصوا مفلفل ازاي، وهنا السمك بقى، وهنا السلطة، وقدمي بقى زي ما انت عايزة. وهنا كانت طريقتي في السمك المشوي. ان شاء الله يا رب تكون عجباكم، طريقة سهلة وبسيطة وبيبقى طعم روعة. وحبة البهارات اللي بتحطيهم على الخضار لما بتيجي تحشي السمك عشان تشويه، بيديك الطعم بقى السمك المشوي الجاهز بالظبط، وبيبقى طعمه خفيف وجميل. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى تدوسوا لايك. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.